حنا هما اللي نسبوا هاد الناس، حنا اللي نديروا لا بريسيو على هاد الناس، حنا هما اللي نخلوا امثال ساميه ولا امثال علي ولا عبد الله ولا خديجه ولا ليلى نخلوهم يكونوا هم الضحايا. احنا اللي رانا نديروا فين في البريسيو. هذيك الطفله هذه لو كان جات ما لقيتش تنمر من المجتمع وما لقيتش اللي كانت نورمالمون تكون في عوض الام اللي هي عجوزتها ولا راجلها اللي هو السند والعوض الجميل، لو كان لقيته باللي لا يحجناحوا عليها كالزوج الصالح، مريم قبطيه امنا ام المؤمنين اهداها قبط مصر الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هي اكرمها الله بانها ام المؤمنين. والحديث ياسر، يعني الرساله اللي راح نختم بها، وقلت كان نعود نهضر في مواضيع كما دي نتقلق، الرساله اللي رايح نوصلها كونوا بشر، كونوا ناس تقادر الدين، تقادر القيم. انا شفت في المجتمعات الاوروبيه والمجتمعات الاخرى كي يشوفوا حاله كما هذه يكونوا هما الجناح نتاعهم. احنا اليوم نتغنى بالاسلام، ونحن الامه التي ارسلنا فينا محمد صلى الله عليه وسلم، والامه التي قال محمد انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هذه مكارم الاخلاق، هذه مكارم الاخلاق اللي تخلينا اخونا عديم النسب ولا اختنا عديمه النسب ولا مجهول النسب بين قوسين اللي ماهمش هما ضحيه اللي ربي سبحانه. تضحكوا على ساميه، اضحكوا على رب ساميه، مالا اضحكوا على ربي سبحانه. بجرأتكم على ساميه تتجرؤون على ربي ساميه، بجرأتكم على محمد واكس وايكغيك وزد تتجرؤون على من خلقهم ومن وضع هذا الحال لهم. ربي سبحانه هو اللي دبر لهم الامر هذا، ربي سبحانه هو اللي عيشهم هذه المعيشه، ربي هو الذي قرر فقدر هذا الامر عليهم. الويك نبقاو ننافقوا، الويك احنا اليوم ربي مسكينه ومنا تروح تكلاشيه في الفيسبوك تكتب عليه ستاتي، ولا تكلاشيها في جروب تاع النساء تكتب عليها ستاتي. الويك هذا تبهديل، الويك هذا تبهديل. باه تقابلوا ربي غدوه، باه تقابلوا ربي وانتم في رمضان الستار والحجاب والقشابيه والطاقيه وتقرا في القران، فادعوهم لابائكم، وانت تخرج منا يقضى رمضان منا ولا تقضى الايام المباركه منا تروح تكلاشيه وتسب وتجمع عليه في القهاوي ولا تجمع عليها في العراس. فلانا ما عرضوهاش، ما عندهاش موالي على شكون يعرضوا. تخيلي راها في بنتك غدوه انت غلطت هذه الغلطه تولي تاكلي في وجهك، تخيلها في وجه بنك انت غدوه دار لك بايقه كيما هذه وجابت فل ولا جابت وام مع امراه واحده اخرى وغدوه ياكلوكم عرضكم. يعني الويكت هذا هو المجتمع الجزائري، لا اقول بعض، هذا هو المجتمع اللي يعني حفيد الشهداء، سليل ثوره التحرير، هذا هو المجتمع اللي سليل العربي بن المهيدي وسليل الامير عبد القادر ولا فاطمه نسومر. احنا بلادنا بلاد حراير، احنا هذ الناس هذول ما نقولوش عليهم فيهم وفيهم، هذول خاوتنا في الدين كما قال ربي سبحانه. واسمحوا لي بالك تفاعل واحد ولا حاجه.